السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهديني وأخواتي وحبايبي في كل مكان. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا نعمل شوية بتنجان كده مخللين قبل ما البتنجان البلدي يخلص والصيف يخلص. لو عندك شوية بتنجان زي دول في التلاجة بتحطهم جنب فطار، جنب غدا، جنب عشاء، بتبقى حاجة حلوة جدا ومقبلات حلوة جدا على السفرة. أنا نقيت شوية بتنجان كده طلعتهم من المحشي. طبعا ما بشتريش بتنجان مخصوص للتخليل بالحجم اللي انتوا شايفينه ده عشان تبقى البتنجانه ملحمه. وهقول لك على سر من اسرار المطاعم ازاي بيطلعوا البتنجان قلبه ابيض كده. اول حاجه بنسلقه بالعنقود بتاعه، ما تشيليش العنقود الاخضر بتاعه، لازم تكون الميه بتغلي الاول بعدين تسقطيها فيه. بعد كده بنسويه يعني نسلقه 3/4 تسويه عشان ما يتهراش مننا. بعد كده احنا بنشيل العناقيد ديت وبننضف بتتشال معانا بطريقه سهله خالص ما بتتعبناش. بس انت كده بتبقي قافله على البتنجانه من جوه ما بتشربش ميه من بتاعه السلقه. تقوم تلاقي البتنجانه معاكي قلبها اسود من جوه. خلاص بنسيب البتنجان يبرد وبنجهز بقى الخلطه بتاعه الدقه بتاعته. هي عباره عن طبعا فلفل اخضر، فلفل شطه، وشويه توم. بنضيف عليها ملح وكزبره وكمون. خلاص هنفرمهم بعد كده عشان نعمل الخلطه، ونضيف طبعا عليهم الليمون. ما تحطيش خل عشان الخل بيهري البتنجان معاكي، ما بيقعدش معاكي فتره كبيره في التلاجة. خلاص فرمناهم بالشكل ده. بعد كده ضفت عليه شويه زيت. هنبتدي بقى نحوش القمع الاخضر ده ونحشي البتنجان معانا. بتشال بكل سهوله كده زي ما انتوا شايفين. تفتحي بقى البتنجانه من جوه هتبصي تلاقي قلبها ابيض اهو، مش مسمره ولا اي حاجه. ودي كمان واحده اهي، هتلاقي الام بيتشال معاكي بكل سهوله. خلاص هنبتدي نحشي البتنجان، نفتحه كده زي ما حضراتكم شايفين. ما بنفتحش الفتحه للاخر، بنعمل جراب كده صغير ونحط فيها خلطه الفلفل اللي احنا عملناها. زي ما قلت لكم قبل كده بلاش نحط الخل مع البتنجان عشان يقعد معانا فتره طويله في التلاجة ما يتهرش. احنا عارفين كلنا البتنجان ما بياخدش وقت، يعني ما بيستحملش. خلاص نحشي بقى كده كل الكميه معانا. بيبقى حلو جدا، بيتقدم جنب الفطار. والله انا بالنسبه لي بتبقى نوع من انواع المقبلات الجميله جدا على السفره. خلاص بعد كده الميه بتاعته ما بتترماش طبعا عشان بتبقى مغليه ومعقمه. انا عبرت 5 كوبايات ميه، وبحط على كل كوبايه نص معلقه ملح علشان المخلل البتنجان المخلل بيبان فيه الملح على طول. ما تكتريش عشان ما يبقاش معاكي حدق عالي. خلاص بعد كده بنضيف عليه نص معلقه ملح الليمون. دي عباره عن يعني زي ماده حافظه، ما بيعملش معاكي ريم في التلاجة وبيقعد معاكي فتره طويله. هندوب المقادير دي كلها وعليهم معلقه سكر كمان عشان السكر بيديله طعم كويس وبيوازن الطعم مع الملح، ويعتبر برضو من المواد الحافظه. ونضيف عليه برضو معلقه هريسه الشطه اللي احنا عاملينها او الفلفل البارد، اي حاجه اللي انت عاوزاها بنضيفها عليها كده ونحطه في التلاجة. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.